الطفلة أنهار العامري، هذه صورتها، طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات. الله المستعان، الله المستعان لا أي حد توصلنا، الله المستعان لا أي حد توصلت الرجولة والأخلاق في شبابنا هذا الزمان. هذه رسالتي قبل ما أتكلم بالقصة لكل أب يملك أخ، يملك أخت، قصدي لكل أب يملك بنات ويملك عيال. حافظ على شرفك، حافظ على بنتك الصغيرة، هي جميلة حالية شوعة كيف ما كانت، سوداء بيضاء، حافظ عليها وحجبها، لبسها. احنا في مجتمع، صح، احنا في مجتمع محافظ ومجتمع غيور ومجتمع رجال، ولكن لا يخلو من عيال الحرام. نصيحة والله، لا يخلو من الناس الهابطين. فنصيحتي لك حجب بنتك واستر بنتك عشان ما يشوفها. شوف ابنتك التي هي في نظرك صغيرة، هي في نظر غيرك امرأة كبيرة وجميلة، 7 سنوات. طيب هذه القصة بتكلم لكم فيها. أنهار العامري بنت تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت في بيت جدها، وكان في بيت جدها حدادين. الحداد يعني حداد يشتغل حدادة، معروف الحداد باللغة العربية. كانوا يشتغلوا حدادة داخل البيت في محافظة البيضاء، فكانوا يشتغلوا حدادة. فشافوا البنت هذه اختطفوها. طبعا اختطفوها وقالوا اغتصبوها والله أعلم، قالوا اغتصبوها والله أعلم، لأنه أكيد ما بيقتلوها ويرموها في البئر إلا لأنهم اغتصبوها، ولا لو كان ما سووا فيها شيء أكيد بيخلوها في سبيلها، حتى لو كان السبب ما كان السبب. على العموم فالبنت هذه اختفت قبل يومين الساعة 8 الليل. دوروا عليها وبلغوا الأقسام وبلغوا جميع الأماكن داخل هذه المنطقة. بعد ما حصلوها بعد شق الأنفس أنها داخل البير مرمية ميتة. طفلة في عمر 7 سنوات، مش حرام؟ وين الرحمة؟ وين الرأفة؟ وين الرحمة في قلوب البشر؟ ليش وصلوا لهذا الحد؟ ليش المجتمع وصل لهذا الحد؟ ليش؟ والله لو كان المهر 200 مليون ما تسويها في طفلة في عمرها 7 سنوات. فقالوا الحمد لله أنهم تم القبض عليهم. فإن شاء الله بحول الله وقوته ما نشوف نفس قضية جنات إلى الآن سنة نشوف قضية وحكم يرضي الله ورسوله. بنت في 7 سنوات، جنات 9 سنوات. عيب والله، عيب وخزي وعار. ونصيحتي لأهلها وأسرتها، نصيحتي لكم إذا شفتوا تلاعب من البداية والله. فقالوا يعني في نصيحتي لعائلة هؤلاء وأسرتهم، إذا شفتوا تلاعب من يوم إلى يوم وتأخير وتأجيل خذوا حقكم بيدكم. أنا ما بين أحرض ولا بين أقول خرجوا مدري إيش سووا، ماشي، هذا الشيء ما نتدخل فيه أبدا. إحنا بنتكلم بهذا الشيء لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله لو قضية جنات تمت وأخذوا أحمد نجاد وعلقوه في ميدان السبعين وطبقوا حكم الله سبحانه وتعالى، أقسم بالله لا يكون عبرة إلى يوم يبعثون، ويتم التشهير به، ويتم أمام مرأة ومسمع، يعرفوا الناس إيش عاقبة الإنسان المغتصب الزاني المحصن، ويعرفوا عاقبة كل إنسان يشتي يسوي هذا الشيء فيخاف. ليش الله سبحانه وتعالى قال وليشهد عذابهما طائفة من الناس أو من المؤمنين؟ ما أذكر. ليش؟ عشان يكون رادع وزاجر لمن يفكر في هذا الأمر. بس لما يشوفوا تغاضي ويلا علك 10 سنوات، هذيك الصح، وما بيفكر في 10 سنوات، هو خلاص الإنسان. فنصيحتي للدولة لا تفلتوا مثل هؤلاء هم سبب الفساد وانتشار الدعارة والدشارة في المجتمع. مثل هذه الأشياء احزمها من أول لحظة، ما تحتاج لأي محاميين ولا لأي قضاء. والله لو تجي لها عند مجنون لا يرحم البنت ويقوم هو يدافع عليها، ما بالك وهي بتوصل لها عند كم من قاضي وكم من أمين شرعي ولا قضاة جيبنا الله خزي وعار. فالله في هذه القضية لا تفلتوها. البنت بنت الجميع، واليوم في بنتهم بكرة في بناتهم. كيف عدا الواحد يأمن
انه يخلي بنته تخرج. فيأمن بحاجة واحدة، اسمعوني انتم كلكم يلي بتشوفوا الفيديو هذا، بيأمن بحاجة واحدة، انك تستر بنتك وتحافظ عليها. مش ضروري تخرجها البقالة هي وعمرها 5 6 سنوات. انت مجتمع ما نشتيش نتكلم، احنا نشتي نخرج بعد العيد. فعلى العموم احنا في مجتمع لا يخاف الله ولا رسوله الا من رحم الله. حافظوا على بناتكم، والامهات حافظي على بنتك صغيره، والله لو هي عمرها 4 سنوات علميها الحجاب. الجاهل على ما حبى ربى مهما كان. وتحياتي لكم.